بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مساء الورد والفل والجمال، ويا صباح الورد والفل والجمال اللي بيشوفونا الصبح واللي بيشوفونا بالليل. وبتمنى لكم السعادة الدايمة كده يا رب. بصوا بقى الفيديو ده مطبخ العروسة. هنشوف بقى هنا الأجهزة الكهربائية، وهنشوف كمان أطقم الحلل والرفايع والمجات. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة قوي. ومش تنسوا كده العروسة بدعوة حلوة كده من قلبكم، عقبال كده بناتكم وأولادكم تفرحوا بيهم، والفرح دايما عندكم. واللايك بقى والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ده كده كانت الرخامة. بصوا بقى المجات اللي عليها أطقم المجات. وطبعا المطبخ ده فيه نيش كده مفتوح، اللي هو زي الإزاز اللي هو قدام حضراتكم ده المعظم بقى عامله اليومين دول، اللي هو النيش الصغير اللي في المطبخ ده كده بيكون فيه الإزاز، الكاسات والكوبايات. طبعا كل عروسة بقى على حسب ذوقها. بتحب المدهب، بتحب السادة المنقوش اللي عليه ورد. كل واحدة على حسب ايه ما بتحب بقى يكون في مطبخها وكده. وده هنا بقى الطقم بولات كده. وهنا تحت كده مجات وكوبايات كده للشاي وكاسات. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة خالص. يعني فوق وتحت مليان. وهنا كمان التربو. هنا بقى الرخامة. بصوا هنا بقى طقم التوابل، وهنا السكرية. وهنا كده طقمين مجات بالحامل بتاعهم، في واحد فيهم مع كده الأطباق بتاعته اللي هو الفناجين. والتاني بالحمل بتاعه بس كده ليلة للنسكافيه كده. وفي هنا كده صواني مليمين تقديم. وده هنا كده المناديل، مناديل المطبخ بالشيالة، شكلها حلو خالص على شكل كده فرع شجرة. وهنا بقى طقم بولات للشوربة. طبعا بيكون فيها حلة كمان كبيرة غير البولات. وهنا طقم صواني اللي هو الإزاز. وطقم كنك اللي هو الستانلس. هنا بقى الإدراج الرفايع. هنا بقى القمع كده بتاع الكريم شانتيه للحلويات والتورت. وهنا ولاعة. وهنا بقى مشابك الغسيل. المشابك الكبيرة دي بتكون للبطاطين. وهنا بقى المعالق والسكاكين والمضرب السيليكون. وتحت كده الشياطة. وكده مضرب تاني اللي هو اليدوي. وهنا هرست البطاطس وقطعت الخضار. وهنا مسكت الطعام. وهنا الفارة ده كده للسجاد. وهنا خرطت الملوخية. وهنا كده كذلك طقم مصافي اللي هو بقى اليانسون والحاجات اللي زي دي. وتحت كده فردت العجين والجاروف. وده هنا بقى كمان سلك المواعين وكذلك. ومفتاح الأنبوبة والمقصات بقى وقطعت الخضار وقطعت البيتزا. وتحت كده كمان فيها كده كذلك وسكاكين ومخرطة ملوخية. وده هنا الملاحات. وهنا فردت العجين. بسم الله ما شاء الله، العروسة جايبة رفيع كتير خالص. وده هنا بقى هرست التوم وسكاكين بقى كمان. ومش تنسوا كده اللايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس، وتبعتوا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم على الواتس وعلى الخاص. يا رب الفيديو يكون مستمتعين بيه كده مع بعض. ده هنا بقى اللي هو طقم الاستانلس. طبعا بيكون فيه كل حاجة، فيه صواني وفي محاشر وفي صواني للفرن. ايوه اللي ورا دي كده صواني وفرن. وتحت كده طقم حلل اللي هو الشاورما اللي هو بالايد، اللي طبعا بيكون عليه رسوم بارزة كده من بره. طبعا في عرايس بتفتحه وفي عرايس لا بتحطه كده بالاكياس. كل واحد عنده وجهة نظر. يعني بيقولوا ده بيحافظ عليه اكتر طالما العروسة مش هتستخدمه كده. هنا بقى صواني تقديم وبلاستيك ومصافي بلاستيك كتيرة. وانا بقى اطقم الحلل.
هنا طقم تيفال، وفي طقم معاه الطاسة، والطقم التاني كان معاه صينية، وفي أطقم تانية بيكون فيها الجريل وكده، على حسب القطع اللي بتكون في كل طقم. ده هنا بقى المليمين، كان شكله حلو خالص. العروسة دي كانت جايبة طقمين مليمين، طقم حطاه هنا وطقم حطاه في الباور. ده هنا بقى ترمس الشاي، وهنا مكنة الفشار والمبشرة، وكمان اللي ورا دي كمان ترمس شاي غير اللي فوق. وده حاجة كده بلاستيك كده بالغطا بتاعها. ده هنا بقى الكنك والبراد، واللي ورا دي كده مكنة البوتفور. ولو اي حد عروسة جديدة ولا كده ومطبخها حلو، ممكن العرايس تستفيد منه، ممكن تبعتهولي وانزلهولها، او انا اجي اصورهولها. يعني التصوير ما بياخدش 10 دقايق، بس اهم حاجة يكون العرايس يستفيدوا من الفيديو كده. وده هنا التلاجة، ده طبعا ادوات المعيشة كلها كانت موجودة هنا. بقى كانت ام العروسة كانت جايبه لها كده جبنة والزيت والسمنة، وتحت كده صواني تقديم اللي هي المليمين، وهنا فوق كده صواني برضو مع طقم خشاف، وهنا مكنة القهوة. ولو انت لسه بتشوف الفيديو، لايك بقى وايه واشتراك في القناة، تفعيل الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد. وهنا بقى الخلاط كان نوعه مولينكس. طبعا العروسة بتجيب خلاطين، واحد من اللي هو الكبير اللي هو ال7 قطع، واللي زي ده كده العادي. دي هنا بقى حاجات بلاستيك للتلاجة، وفوق كده شفاشق ومصفى اللي هو بإيد بقى لتصفية المكرونة. وهنا بقى الفرن الكهربائي. ده هنا البوتاجاز، وهنا صفاية الحوض. هنا الغسالة كانت فوق اوتوماتيك. هنا بقى طقم كده قهوة. وكمان هنا طقم كمان اطباق اللي هو الملون ده حلو خالص، بيكون حلو كمان في العزومات والمناسبات، وبيكون شكله حلو زي المليمين كده، بس طبعا ده بيكون اشكال. وفوق هنا بقى الازاز، طبعا هنا كوبايات ومجات كده للنسكافيه والشاي اللي هي بالايد. هنا بقى صفاية الاطباق، هنا الاطباق الاستانلس. وهنا كده للتلاجة حاجات كده برضو بلاستيك. هنا بقى المقصوصة والكبشة اللي هي تبع الألمونيا الفلاحي. ده هنا بقى سجادة المطبخ شكلها حلو، مرسوم عليها كده معلقة كده وعليها بهارات. فوق بقى أطقم كده اللي هي الحلل اللي هي الألمونيا الفلاحي، وأطقم الشاورما، وأطباق بلاستيك كبيرة، وشنطة السوق. وهنا حلة البخار، كمان أطباق تانية كبيرة. وده الخلاطة اللي بقول لحضرتك عليه في أول الفيديو اللي هو التاني اللي هو ال7 قطع. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، مش تنسونا باللايك والشير، واللي أول مرة يدخل على القناة يعملنا اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. طبعا في عرايس بتجيب الألمونيا الفلاح، وفي عرايس لا. طبعا الألمونيا الفلاح بتكون عملية، وفي ناس ما بترتاحش كمان الا فيها في الأكل وكده.